الشأن. طبعا. اتفضل. احنا نحب الرئيس مبارك ودائما نلجأ إليه حينما تتعقد الأمور، وهو دائما يستجيب في هذه الحالات. ويعني بيتبادل معنا التهاني في الأعياد، وعلاقتنا بيه طيبة من نواحي متعددة يعني. تمام. ولذلك صحة الرئيس غالية علينا يعني، ونحب نطمئن عليه. والسيد الرئيس حقيقة دايما لما قداستك بتكون في أزمة صحية أو في الولايات المتحدة الأمريكية لا يتوقف أبدا عن السؤال عليك والاطمئنان على صحتك. وأنا أشكره على هذا، ولذلك أنا سافرت إلى شرم الشيخ يعني متوكئا على صحتي الضعيفة لكي أصل إلى هناك. لا بس كانت إشارة ولفتة كريمة من قداستك. العفو. القداس الليلة، هذه الليلة إن شاء الله، سمعت إن الدخول فيه هيبقى بالبطاقة. بطاقة؟ إيه يا قداستك؟ والله هيبقى بالبطاقة وبالرقم الوطني. بالرقم ساعة ما بقاش فيه بطاقة، بقى فيه رقم قومي. لا مش ممكن الكنيسة تبقى كده، لا. لا. ليه لا؟ شوف الناس اللي بيجوا الكنيسة دول بيجوا بيتهم، بيت ربنا وبيتهم يعني. تمام. فما يصحش واحد يخش بيته ببطاقة. علمنا ان الدكتور البلدعي سيكون حاضرا في قداس الليلة. اولا هل الدكتور البلدعي هو الذي طلب ان يكون من ضمن المدعوين ويشارك المسيحيين في هذا الاحتفال، ام ان الكنيسة هي التي وجهت له الدعوة؟ المبادرة ما جاتش من الكنيسة اطلاقا، جت منه هو. قال انا عايز احضر، قلنا له اتفضل. ما يقدرش واحد يقول انا عايز احضر نقول له لا. تمام. والا نبقى بدأنا نتخذ موقفا ضده. لا والحقيقة قال له لا ليه؟ ده الدكتور البلدعي قيمة ورمز مصري كبير ويشرفنا وعالم مصري وحصل على جائزة نوبل. طبعا راجل محترم لا نقلل من احترامه. صحيح. ونحن اذا اخذنا موقفا معينا نعتبر ان احنا بقينا سياسة مش كنيسة. مظبوط. احنا لغاية دلوقتي كنيسة. قداستك انا عارف ان انا اثقلت عليك في هذا اليوم. خدنا بركة. شكرا جزيلا، ده بس ما تعطف من قداستك. والحقيقة هذا كلام اقوله يمكن قداستك وكل الحاضرين معنا هنا يعلمون انه مش بس على لساني، على لسان كل المصريين، اننا نكن لقداستك محبة غامرة الحقيقة. شكرا. مش لي بس وضعك الديني وانت على رأس الكنيسة المصرية وهذا طبعا يكفي، لكن لشخصك الكريم ولكل ما فعلته لهذا الوطن. ودايما بنقول ان العيد تنقص كثير جدا من بهجته اذا لم نلتقي بقداسة البابا ونطمئن على صحته ونرى دائما في افضل حال. انا ببعث لقداستك كل تحيات وتقديرات وحب المصريين جميعا مش بس المسيحيين في هذا العيد. كل عام وكل يوم وقداستك بخير، الكنيسة المصرية بخير والمسيحيين في مصر بخير. وبما اني يعني انتمي الى الديانة المسلمة فتقبل نيابة عن المسلمين تهنئة من المسلمين جميعا عبر برنامج مصر النهاردة للكنيسة ولكل مسيحي مصر بمناسبة العيد. فضيلتك. شكرا جزيلا. وانا يعني في هذا الاطار لا اختم هذا الحوار، هترك قداستك للكاميرا تتحدث فيها الى الشعب المصري تهنئهم بالعيد. وانا بقول لحضراتكم قداسة البابا معكم في ليلة العيد وقبل دقائق من بداية القداس. أهنئكم جميعا بعيد القيامة المجيد، وأرجو لكم ولمصرنا المحبوبة كل خير وكل بركة وكل سلام. كما نرجو أيضا أن يعم السلام كل أرجاء الشرق الأوسط والبلاد المقدسة، وأن يحافظ الله عليها إن لم يحافظ عليها البشر. ونرجو السلام أيضا للبلاد المتنازعة في إفريقيا، ونرجو السلام للعالم كله. ولتكن هذه المناسبة خيرا للناس، وكل عام وجميعكم بخير.